تخيل واحد الهندي مات ليه مو وسد على راسو حتى لواحد النهار ما قدرش يصبر على ديك الكآبة وقرر يعطي راسو سيمانة يخرج يقلب على الراحة. الا ما لقاهاش انتحر. خرج وبقى كيسول اللي لقاه كيفاش يوصل للراحه، والاغلبيه الناس قالوا ليه الفلوس. توصل لواحد القريه وملي سولهم قالوا ليه كاين واحد الجبل فيه كنز يقدر يوصلك للراحه، ولكن رد البال. سول الحكيم تشاو تشاو هو الاول. شكون هذا الحكيم تشاو تشاو؟ هو الشخص الوحيد اللي يقدر يرجع من داك الجبل. مشى عنده ولقاه عايش في واحد الكوخ صغير، راجل كبير باين عليه السكينه، كتشوفو كترتاح. شنو بغيتي يا ولدي؟ بغيتي الكنز؟ بغيت والو يا عم، انا عييت من هاد الحياه، بغيت نرتاح. قالوا لك ولدي الفلوس لا يجيبوا لك الراحه. طلع ولدي لداك الجبل وغتلقى شي حاجه تخليك ترتاح من غير الكنز. خونا ما فهم والو، باش هادشي كيقول هذا. عرفتك ما فهمتيش، نوريك الطريق غاسير طلع، ولكن حدا راسك. واخا قال لي حدا راسك تم غادي هو فرحان كيحس انه غيلقى راحته في داك الجبل، ولكن في نص الطريق كتبان ليه واحد البنت واقفه. تصدم. اش كدير هادي هنا؟ بقى غادي كيقرب عندها بشويه وراد البال. بنتي اش كديري هنا؟ هي ما كتجاوبوش. مشى قرب حتى لحداها كيسولها والو ما كتجاوبش. شويه قاسها وفي ثانيه وهي تولي جنيه. قالت لي اش كدير هنا؟ جايه نكتشف الجبل. قالت لي كذاب، الا طلعتي عمرك غترجع. وهي تمشي وخلاته. شداتو السقفه ما قدرش يكمل. رجع عند الحاكم قال لي شنو وقع ليه. الحكيم ابتسم وقال لي سير عاود رجع عندها. غطز بقات في اللحيه. وفين هي الحكمه؟ راه غنرجع تقتلني يا صاحبي. قال ليه ما تخافش، ما غتقيسكش الا ما دزيش. فعلا مشى ووقعت نفس الحاجه ورجع، ولكن هاد المره الحاكم ما ضحكش. قال ليه عاود رجع وما تكذبش عليها هاد المره. فعلا رجع. ملي خرجت ليه قالت لي علاش جاي؟ قال لها اختي انا باغي غير ارتاح، داك الكنز قالوا لي غيجيب لي الراحه. طلعت ليه. خونا ما فهم والو، مع قال هاد الجمله وهي ترجع بنت صغيره. قالت لي دابا سير طلع خذ داكشي اللي بغيتي. تعجب وكمل توصل للقمه. تما هو يتصدم. لقى ثلاثه د الحوايج. لقى كنز كبير وعملاق حاضيه وشجره كبيره. تخلع وبغى يرجع حيت شاف هياكل عظميه دايرين بديك الشجره، ولكن العملاق دوا وقال ليه ما تخافش، ماشي انا اللي قتلته، ما اجي قرب، يلا غير ارتاح. هو يكمل العملاق هضرته. قال ليه اجي خذ من الكنز داكشي اللي بغيتي وسير. هنا بدا كيدخلوا شويه الشك. بقى غادي كيقرب لداك الكنز وهو حاضي راسو، وفعلا يلا بدا كيعمر الفلوس. ويحبسوا العملاق بواحد السؤال. قال ليه عرفتي علاش الناس د القريه ما قدروش يطلعوا؟ فعلا طلعه سهله، علاش الحاكم بوحدو اللي يقدر يطلع؟ كيشد الفلوس ويقول ليه علاش. قال ليه دوك الناس خايبين، قلبوا معامر بالشر، ما كيعرفوش الصدق، كيكذبوا على الجنيه وملي كيطلعوا كتقتلوهم. ماتوا فيهم بزاف وقرروا ما يبقاوش يطلعوا، ولكن ملي لاحظوا شي ناس كيطلعوا وكيرجعوا بالفلوس بقوه الغباء والطمع ديالهم، ولا اي واحد كينزل شي حاجه كيقتلوه ويديوها ليه، ما كيسولوش حتى كيفاش طلع. الراجل بقوه الصدمه حط الفلوس ونسى راه الهياكل العظميه كاينين، مشى جلس تحت الشجره. بدا كيفكر دابا راه هبطت باي حاجه غيقتلوني. وهو كيفكر قاطعوا العملاق. قال لي اخر حاجه رد من البال. جاو شي ناس قبل منك قلت لهم هاد الهضره وجلسوا كيفكروا تحت ديك الشجره تماتوا. الراجل نقص دار مخلوع كيشوف الهياكل العظميه اللي دايرين به. قال دابا هاد الناس بقاو كيقلبوا على الراحه في الفلوس تماتوا، والناس د القريه كياخذوا الفلوس باردين وما مرتاحينش، والحاكم ما عنده والو مرتاح. زاد كيفكر 10 دقائق ويستنتج 4 د الحوايج قبل ما ينوض ويهبط من داك الجبل وقلبه مرتاح. استنتج ان الراحه مستحيل تجي من الحوايج الخارجيه، والا كان قلبك كحل وخايب اي عميك وعمرك كتوصل للراحه في حياتك. واخا تلقى بزاف د الحكماء يوريوك طريق الراحه، خاصك تمشي فيها بوحدك. طريق الراحه فيها المشاكل، ولكن الا كان قلبك بيض غتوصل لها في الاخر. تقدر تعتبرني انا هو الحكيم ونعطيك دابا 5 د الخطوات عمليين وساهلين يوصلوك للراحه النفسيه. كاين السؤال شكون اللي يطبقهم؟ بالمناسبه الخطوه الاخر تقدر بوحدها توصلك للراحه النفسيه. اول خطوه انت عندك احتياجات خاصها تلبى، جنسيه، اجتماعيه، الى اخره. تخيل الاحتياج ديالك للتواصل بحال شي باتري، الا كنتي بوحدك كيكون داك الباتري خاوي كيحفزك تنوض تمشي تواصل باش تعمر. ملي كتخرج تواصل مع الناس كيعمر وكيتلبى داك الاحتياج باش تمشي تلبي احتياج اخر. كيجي التليفون، وسائل التواصل الاجتماعي، ما كتلبيش داك الاحتياج حتى ل 100% باش تبقى حاصل في الانستغرام، ما تمشيش تلبي احتياج اخر وما كيخليهش حتى يخوى باش تخرج وتقلب تلبي الاحتياج في الواقع. داكشي علاش اول خطوه للراحه النفسيه هي التوازن في حياتك، تلبي الاحتياجات ديالك كاملين بطريقه طبيعيه. جوج سطور على ديك طبيعيه. الخطوه الثانيه قلع عليا شنو المشترك بين هاد الثلاثه. في 37 كاليغول ولا امبراطور، وكان الهدف ديالو يرد روما مدينه امنه، ولكن ما دارش بزاف باش بان الوجه الشيطاني ديالو. بدا كيقلب على المتعه في حوايج غراب بحال يلوح الناس لحيوانات مفترسه، ولكن الحاجه اللي دمراته هو الادمان ديالو على الجنس. عيا من مرته طلقها وبدا كيجمع الوزراء وعيالاتهم، كيدخل عيالات الوزراء يمارس معاهم وكيخرج كيقول شنو وقع قدام رجالهم. ولكن حتى هادشي ما كفاش، بقى تمارس مع اختو وانتحر. ملي مات جا من موراه ولد خوه نيرون، اللي واخا ما كانوش عندهم حلافات جنسيه بحال عمو، كان مختل. بدا بمو ماشي الجنس، قتلها بالتأديب البطيء. شويه قتل مرته حتى هي وبقى غادي هكا في القتل حتى جات اكبر جريمه دار. الروايه كتقول ان عقله قال ليه يعاود يبني روما. خرج كيتسلل بالليل وشعل العافيه ورجع للبالكو د القصر وجلس كيشوف الناس كيتحرقوا وهو كيعزف وكيغني. بقى هكاك بحال عمو تنتحر. هادو اللي قلت دابا بحال اللي مختلف هو هذا. في 563 واحد الملك تزاد عنده ولد ولا عزيز عليه لدرجه قرر انه يعيشوا غير في النعيم
ما يشوفش المشاكل كاع. فعلا كبر الدري وعمره شاف شي مرض ولا شي مشكل، ولكن جاه الفضول بغى يشوف العالم برا كي داير. واحد الليله تسلل من القصر، خرج وشاف الفقر والمرض والناس كتموت، تصدم وزاد الفضول ديالو، بغى يجرب هاد الحياه الفقر كي كتكون. طلع لواحد الجبل وعاش فيه، بقى كيعاني من الالم والبرد والفقر، حتى هادشي ما عجبوش وهبط من الجبل. قرر انه يجلس تحت واحد الشجره وما غينوضش حتى يكتشف الحقيقه ديال الحياه. من بعد 40 يوم تحت ديك الشجره وصل للراحه المطلقه، ولاو كيعيطوا ليه بوذا. شنو الفرق بين الثلاثه؟ جوج الفلوس والسلطه رداتهم تعيسين، وهذا غير شجره فرحاتو. تقدر تكون عقلتي على القصه الاولانيه والاستنتاج ان الراحه كتجي من الداخل، اي ولكن ماشي هادشي اللي بغيت نوصل لك. الخطوه الثانيه هي اللي دار بوذا وداروها جميع الانبياء والرسل ديالي، هي الخلوه. تجلس مع راسك. قبل ما ندوز للخطوه الثالثه ما يمكنش نقول لك الخلوه ونخليك تالف، غنقول لك الا بغيتي ديرها شنو هما الشروط ديالها. تجلس في شي بلاصه بوحدك تكون لمده طول من 24 ساعه، ما تتواصل مع حتى حد الا للضروره القصوى. عظيم، عطي النمره غير العائله، ما دير حتى حاجه انت مدمن عليها. الخطوه الثالثه، تخيل الاسلام جا وقال لك داكشي اللي حرام ولا حلال، والعكس. يعني دابا الليمون ولا حرام والشراب حلال. دخل البنات للدار، كلشي ولا عادي. غنقول لك شنو يوقع. با كيبدا يشرب كاس، طبعا النفس ما كتشبعش، يولي يزيد شويه، يبدا يسكر شويه، يبدا يضارب مع امك اللي حتى هي غتسكر. ايوا البلباله. انت فشي قنت مع البنات، نفرضوا انك ملتزم كدير الوقايه، ما كاينش المرض، ولكن تبدا ببنت وحده غطلع لك في راسك، غتولي تجيب جوج، غتولي تزيد ثلاثه، شويه تبدا تنحرف تولي تجيب دري وجوج بنات، شويه غترجع انت كتفرج. ايوا شويه شويه ويغاد. عرفتي علاش قلت لك هذا الشيء كامل؟ حيت بزاف غالطين كيحسب لهم الاسلام راه مضيق علينا. قاعده حفرها في عقلك، الشهوه الاول ديالها متعه، الاخر ديالها عذاب. الخطوه الثالثه، تحكم في الشهوه، راه ما كتديكش للراحه. الخطوه الرابعه، خاص يكون عندك شغف، ولكن بلاتي الا كيحسب لك الشغف شي حاجه كتطلقها راك غلط. الشغف كيبدا ملي كتدخل شي مجال كتعطي مجهود وكتاخذ نتائج. هنا عقلك كيبدا يهتم ويبغي داك المجال حيت كياخذ منه الدوبامين. المشكله اللي تلقى هو في الوقت اللي كياخذوا النتائج باش يبانوا، في الغالب كيتعطلوا وعقلك كيبدا يكرهك داك المجال. الحل سمعتيه 100,000 مره، ولكن حتى حد ما شرح لك علاش. هو تبدا بشويه، ودابا عرفتي علاش، باش تبين لعقلك انه النتائج كاين في داك المجال ويحفزك تكمل فيه. ولكن انت الا درتي هذا الشيء ولقيتي الشغف ديالك اش بحال في واحد الدوار، خدمه نتائج فرحه، خدمه نتائج فرحه، وكتبقى تعاود حتى كتموت بلا معنى. داكشي علاش الخطوه الاخرى هي اهم خطوه. الخطوه الخامسه، الا كنتي انسان طبيعي تقدر تبقى ملهي من هدف لهدف حتى تموت. كاين بزاف الامثله، ستيف جوبز، ايلون ماسك، ولكن مع غتحبس ولا غيحبسوا هادو غيجي مبدا، ومن بعد كتجي تنعس وكتبدا تفكر ها انا درت هذا الشيء، ومن بعد ها انا درت مليون، ومن بعد ها انا قول بديك البنت، ومن بعد هذيك غير الفطره السليمه ديالك. الا بغيتي توصل للراحه ديال بصح والطمانينه، عرفتيني عرفتك عرفتيها عرفتيني عرفتك عرفتيها، اسمع للفطره ديالك وقرب لربك راه بغالك الخير. بالمناسبه قبل ما تبدا الخطوات، خاص اول خطوه تكون هي تخلص من الادمان. الا كانت عندك شي بليه شوف هذا الفيديو.